شفت السواق اللي خبط ثلاثة وطلع يجري هاربا؟ ما شفتش. بيقول لك في مدينة نصر كان في جد وبنته وحفيدته. طبعا كانوا بيعدوا الطريق في مدينة نصر، طريق يعني عمومي مليان عربيات. المهم الباشا ده طبعا مجرم، يعني اعوذ بالله، ما عندوش قلب ولا رحمة. طبعا جاري بيجري جامد على اكتر سرعة، طبعا 160 ولا 180. راح شايل التلاتة، تلات اجيال ماتوا في لحظة واحدة. حادث مروع يقتل اسرة كاملة، والداخلية جابت السواق. طبعا ضربهم بالعربية وطلع يجري، حتى ما بصش وراه ولا نزل. يا راجل، ده انت لو خبطت كلب ولا قطة بيعدي الطريق هتنزل تشوفه ده، ولا شافهم ولا قدام مستشفى. المهم خبطهم وجري في مدينة نصر، وراح استخبى في اسكندرية. طبعا أجهزة الأمن طبعا والداخلية عندها تقنيات عالية، وفريق البحث الجنائي والمباحث، وتم ضبط المتهم السائق في اسكندرية. تم طبعا حبسه 4 أيام على ذمة القضية، وإن شاء الله ياخد حكم بإذن الله. وكالعادة متنسوش تعملوا شير